في ذكرى وفاة سمورة من كلية الشرطة بدأت حدوتة زعيم الارتجال. يعتبر الفنان الراحل سمير غانم من أشهر نجوم الكوميديا في الوسط الفني الذين برزوا في أوائل ستينيات القرن العشرين. وقدم سمير غانم على مدار مسيرة فنية امتدت ما يقرب من 60 عام العديد من الأعمال التي لا تزال محفورة في أذهان جمهوره ومحبيه. وتحل اليوم الذكرى السنوية الرابعة لوفاة سمير غانم، حيث أنه توفي سنة 2021 تاركا إرثا فنيا كبيرا في الكوميديا، والذي عرف بتفرده في الارتجال لا يقتضي به ما جاء بعده. وقد لا يعرف البعض أن سمير غانم التحق في بدايته بكلية الشرطة بناء على رغبة والده، ورغم أنه استمر في الدراسة بها عامين كاملين إلا أنه تم فصله بسبب رسوبه المتكرر ليحول أوراقه إلى كلية الزراعة جامعة الإسكندرية، والتي كانت بمثابة انطلاقة المشوار الفني. وبمحض الصدفة كان الفنان الراحل صلاح ذو الفقار ضابط السرية لدى سمير غانم في كلية الشرطة، وكان برتبة نقيب وقتها. وكان سمير غانم قد تحدث في تصريحات تلفزيونية سابقة أكد أنه كان شديد الإعجاب بصلاح ذو الفقار ويرى فيه فنان عظيم رغم شدته وانضباطه. وكشف سمير غانم في حوار تلفزيوني سابق له كواليس التحاقه بكلية الشرطة وفصله منها ودخوله مجال التمثيل. وقال سمير غانم أثناء حديثه ببرنامج واحد من الناس المذاع عبر قناة الحياة مع الإعلام عمرو الليثي: لقيت نفسي فجأة في كلية الشرطة وأنا مش واخد بالي. وأضاف غانم إنه تأهل رياضيا من أجل دخول الكلية قائلا: ربيت عضلات ولعبت حديد وكان جسم رياضي جدا والعضلات جت على دماغي. واستكمل إنه رسب في السنة الأولى من الشرطة بشكل كامل كما رسب في العام التالي في 3 مواد، ما جعله يحول إلى كلية الزراعة.